السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة هقول لكم إزاي نعلم عيالنا القناعة والرضا. إزاي أعلمهم؟ أول شيء هبدأ بنفسي. فاقد الشيء لا يعطيه. لازم يشوفوني أنا وأبوهم راضيين وقانعين ومبسوطين بعيشتنا وبالرزق اللي ربنا رزقهن. العيال عاملة زي السفنج، بيمتص كل حاجة. أما انتي تخربي بيتك وتسيبي جوزك عشان بصر لجارتك ولا لأختك ولا قريبتك إن عيشتها أحسن وأفضل وسيبتيه عشان الفلوس، هيبقى مبدأ عيالك إيه في الدنيا؟ إن القرش هو كل حاجة. أما تكبروا وتسيبوا لهم حتى حاجة هيقولك انتوا سبتوا ايه؟ هو ده اللي سبتوه يعمل حاجة؟ مش هيبقوا مقتنعين دايما، لان انت عودتيهم يبصوا للي في ايد غيرهم وان ايدهم اللي في ايدهم قليل، لان شافوكي بتعملي كده وبتتخانقي مع ابوهم ومسودة العيشة وبتخليه يمد ايده، وان هو ما بيتحررش العمل الحلال عشان يسدك ويسد النكد. خلوا بالكم، الرزق الحلال بيربي العيال، ودايما يلاقوني راضية وقنعة ومضبقة نفسي بالقرش اللي هو رزقهن ربنا بالحلال، هيحصل فيه البركة. ومش كل حاجة أنا أبقى أقول اشمعنى فلان وعلان والعيال يشوفوني. ماما كل همها الفلوس، هما يطلعوا زي أمهم آدي. ولازم يتحروا عشان لما يكبروا يتحروا العمل الحلال والرزق الطيب ويبقوا راضيين وما يجيلهمش عقد نفسية. كل حاجة ممكن تدبقيها، أكل وشرب، مش لازم تخرجوا تاكلوا برا والسندوتش قد كده ب200 جنيه ويرجعوا العيال راجعين جعانين. أنا ممكن أجيب كيس همبرجر واعمله والعيل ياكل بدل السندوتش 2 و3 ويبقوا شبعانين. اتمشوا، اشربوا حاجة ساقعة، اشربوا كلوا ايس كريم. عود العيال يحوشوا ويجيبوا لنفسهم الحاجة الحلوة. اشتركوا كلكم في اي فاكهة، في حاجات حلوة. خلي التعاون يبقى في البيت. خليهم كمان يحسوا ان مش كل قرش جايلكم لنفسكم وبس وتبقى الأنانية فيهم. لا، يشوفوكي وانت يعني عندك حماتك ساكنة قريب منك ولا ساكنة في نفس البيت، عملتي محشي، عملتي كشري، نزل لستك. جارتك ست كبيرة، دخل لستك الكبيرة ديت كده يا حبايبي. يشوفوكوا وانتوا بتدوا وبتيجوا على نفسكم من قدكم وبتدوا غيركم. العيال هتطلع تعمل زيكم وهيكون فيهم بركة. اما تكبروا حتى هيبروكم، مش يكون همهم ان يسيبوكم ويدوروا على الفلوس. مش مهم انتم محتاجينهم في كبركم ولا لا، يبقى كل همهم القرش. اللي غرستوه في الصغر هم اللي هتحصدوه في الكبر اما تكبروا. شوفوا انتوا عايزين تحصدوا ايه. ومش كل حاجة يا حبيبتي معقدة الدنيا واخرب بيتي عشان الفلوس. ومش كل طبيخ لازم يكون بلحمة واللحمة غالية. ممكن استبدل اللحمة دي بحتة بانيه. ممكن لو أسرة صغيرة نص كيلو بانيه أقضيهم 2 و3. ادي ادبق كده واقطعها كده حاجات معينة كده، هو مش حتت كبيرة قوي. ادي اعمل جنبها بدل ما ادي للعيل 6 صوابع كفتة اديله 3 كده وامشي وادبق. بدل ما اجيب المانجا كل واحد منجاية قد كده، ممكن اعصر منجتين واحط عليهم جزراية مسلوقة واضربهم، كله هيشرب ويتبسط. هاي يا حبيبتي، دبقي الايس كريم اللي بتجيبيه بالشيء الفلاني. النت مليان بيقولك تعملي ازاي من الفاكهة الايس كريم، واشترك انتي والعيال من المصروف وتبقى فيه تعاون وحب. عارفة؟
وما اجي ادي للعيل ما ميزهوش واديله النوب الكبير، يطلع طماع ودايما عايز اكبر نايب. ادي لو طلع على كده مش هتقدري تراجعيه بعد كده. لازم يطلع دايما قنوع وراضي باللي امه تديهوله، واساوي بين العيال. ما تديش يعني ايه عيل اكتر من عيل، كلكم عندي واحد، كلكم ولادي. ولو كان حد جايب حاجة ادي لاخواتك، خلي المحبة تعم عشان يبقى في قناعة، مش يبقى اناني انا اللي جايب. طب اخوك معهوش، اديله عشان لما يبقى معاه ويجيب يديك. واعلمهم كده، اللي انا ادي جدي وادي ستي واقول خدوا. يعني عارفة لو جايب حاجة حلوة، الناس الكبار دي بتفرح بأي حاجة حتى لو بونبوناية، ادي لجده ادي لسته كده. هيا حبايبي يشوفوكم وانتوا بتدوا لغيركم، مش انانيين وبس. شايف اختك محتاجة واخوك محتاج ورزقه على قده. انا بتكلم للراجل وللست، مش بخص ست بس، للراجل والست. او كده اهو، وانت ربنا بسط لك الرزق ولا بسط لها الرزق، اوسع عليهم. خلي دخلتي فيهم بيبقوا فرحة، خلي عيالي يشوفوني وانا ببر اهلي عشان يطلعوا يبروني، ما يطلعوش انانيين ويحبوا نفسهم وكل حاجة يبقى لنفسهم وبس. لا، مش انا وعيالي وما بعد الطوفان. انت بتخسر عيالك في قبرك، واول ما يجي لهم سفرية وانت كبير ومحتاجهم جنبك هيسيبوك ويسافروا يقولوا مصلحتنا. لكن العيال لو اتربوا صح هتاخد خيرهم في قبرك. اما كون انت ومراتك بقى خلاص كبرتم فوق ضعفكم، محتاجين العيال تسندوا عليهم. هيا حبايبي ما تبوظوش زرعتكم، ويا ريت تسمعوا كلام خالتي تونا. يا اختي مش ضروري بيتزا وتجيبيها بالشيء الفلاني، ده حتة عجين وعليها بواقي اكل. اسمعي، واللي فيه عقل وراس يعمل عمايل الناس. اعملي في البيت بدل ما تجيبي واحدة ب250 ولا 300، ده انت هتعملي 4 صواني بيتزا ويطلعوا من ايدك زي العسل، وما يكلفوكش نص المبلغ اللي انت هتجيبيه من بره. ولا تنكدي على نفسك وتقولي ما فيش فلوس والنكد، والعيال يعيشوا طالعين متعقدين وطالعين عايزين اهم حاجة الفلوس عندهم. خلي مبدأكم الرحمة والمودة والحب والتعاون والقناعة والرضا. ربنا هيعين وهيبارك في العيشة ويبارك في العيال. وإن عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.